من آيفون رادع سمنة بلدي لبامبرز ب1 وكيلو بصل ب3 جنيه وفساتين للعرايس ببلاش. أسرار عن عبد الله الشاذلي ملك الصفقات. كوكو أند اس اللي حير كل الناس. آيفون صعيدي متربي على السمنة البلدي، مش آيفون فرفور متعود على كراميلا. كرولوس جايب صاحبه من على القهوة وعاملين أكبر سلسلة محلات في مصر، وبيعملوا شغل دعاية وإعلان ببلاش. كل اللي عليهم يفتحوا اللايف وصاحبه يقوله شغال يا وحش، ويرد كرولوس ويقوله شغال يا قلب الوحش. كرولوس حشمة لبيب الشهير بكوكو وشريكه اللي اسمه سلطان، واللي انتشرت فيديوهاتهم ولايفاتهم بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وكسرت الدنيا بسبب الأسعار اللي بيبيعوها. عندهم كل المنتجات اللي ممكن تتخيلها، وزي ما يكونوا بيقولوا خلي الفقير ياكل، لدرجة إن الناس طول الوقت بتتهمهم إن كل البراندات اللي بيقدموها مستحيل تكون أصلية، وإنهم لو كانوا سارقين الحاجات دي ما كانوش هيبيعوها أبدا بالأسعار دي. كرولوس بيقول أنا هنافس آيكيا من شبرا الخيمة، وهنافس أبل من الوراق، وهفتح توكيل عربيات، وهنافس مرسيدس. ووصل لدرجة إنه بيبيع آيفون 16 اللي لسه منزلش السوق ولا حتى أبل تعرف عنه حاجة. كوكو ما اكتفاش بكده، لأ، قالك إنه هيتاجر في العقارات والشقق عشان أساعد الشباب وخليهم كلهم يتجوزوا ويحققوا أحلامهم، وكأنه الفانوس السحري اللي بيحقق لكل الشباب أحلامه. كرولوس ما درسش تسويق ولا درس ولا كمل تعليمه أصلا، وكل اللي نعرفه عنه إنه درس في إمبابة الثانوية بنين، ومع ذلك فهو شاطر جدا في التسويق والبيع. بياع شاطر ولسانه حلو وعنده منتج كويس وبيبيع بأسعار الغلابة زي ما بيقول، وده اللي عايزه الزبون. كرولوس لحد دلوقتي فتح 5 فروع في شبرا الخيمة وشبرا مصر والوراق والتل الكبير وفيصل، وشغال في أي حاجة بتجيب فلوس زي الأدوات المنزلية، السجاد، الموبايلات، اكسسوارات المحمول، الأساس المنزلي، وكمان أدوات التجميل والميك اب اللي بيقول عليها أوريجينال، والأجهزة الكهربائية. وده بيوضح إننا قصاد شاب على عكس ما كل الناس مفكرة إنه شغال بشكل عشوائي ومش عارف بيعمل إيه. لكن كرولوس بعد النجاح اللي حققه ده أثبت للكل إنه أستاذ، وقدر يعمل جمهور وعدد عملاء ضخم عشان يظهر بعديه عبد الله الشاذلي وياخد نفس استراتيجيته في التسويق ويبقى ترند التيك توك. ومن ملك الملابس الشعبي لملك الصفقات اللي تراب في إيده بيتحول لذهب، وأي صفقة بتقع في إيده ما بيستخسرهاش في إخواته. ومن الحواوشي لرز بلبن لكيلو بصل ب3 جنيه وبامبرز ب1، ده غير فساتين العرايس اللي بيبيعها من غير فلوس. ولو ليك في اللبس تعالى الشاذلي دماغه شغالة. الشاذلي استخدم استراتيجية البيع من خلال أغاني المهرجانات، وقدر من خلالها يحقق مشاهدات كبيرة جدا وبالتالي مبيعات ضخمة، ده غير ظهوره في كتير من القنوات التلفزيونية وسفره للسعودية والإمارات عشان يعمل إعلانات هناك لأصحاب الشركات والمحلات. وربنا كرمه من واسع، ومن مصر لكل دول الخليج في وقت قليل جدا قدر يحقق مكاسب خيالية. الشاذلي وكوكو طريقتهم في التسويق بتزيد من انتشارهم ومبيعاتهم بمرور الوقت، ولحد دلوقتي محدش عارف السر الحقيقي ورا اللي هم بيقدموه ده، وبقى حلم شباب كتير إنهم يكونوا زيهم. ومن على المايك اعمل لايك وتعالى محلاتنا، ولو ما لقيتش اللي انت عايزه خد 2000 جنيه واضرب اللي على الكاشير. في النهاية ما تنسوش تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك، واعملوا لنا اشتراك على قناتنا على يوتيوب. سلام. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.